بنلاقي اعلانات كتير قوي للصابون المضاد للبكتيريا. هل ده حاجه كويسه؟ هل نستخدمه على جلدنا، على جلد ولادنا؟ في الحقيقه بلاش منه. خليني اقول لك ليه. كل حته في جسمنا فيها بكتيريا، وفي الحقيقه دي مش حاجه وحشه ولا حاجه تخوف، بالعكس البكتيريا دي بتحميك من حاجات تانية كتير. البكتيريا دي خلينا نفكر بشكل اقتصادي جدا. البكتيريا قاعده في مكان وليها اكلها وشربها، فلما هتيجي بكتيريا تانية ضارة تحاول تاكل منها الاكل ده هتحاربها، فبشكل او باخر البكتيريا اللي حوالين جسمك دي بتحميك من البكتيريا الضارة. ده غير ان ليها ادوار تانية كتير. الصابون فكرته لما بنغسل ايدينا هو انه يشيل البكتيريا من على ايدينا، مش انه يموتها. مشكلة الصابون المضاد للبكتيريا انه ممكن يموت البكتيريا النافعة اللي المفروض تكون على ايدينا، وده هيدي فرصه للبكتيريا الضاره انها تعمل بجد التهابات. بل كمان بيعمل حاجه اسمها مقاومه بكتيريه، يعني بيعلم البكتيريا انها تحارب المضادات الحيويه، فحتى لا قدر الله لو حصل التهاب بكتيري ما تعرفش تعالجه بمضاد حيوي. فما حبكتش يعني الصابون المضاد للبكتيريا ده. المهم تعرف تغسل ايدك صح، انك تغسل ايدك لمده دقيقه كامله، ده كفايه قوي. دي 26 صح؟ وبكده تبقى عرفت النصيحه ال 26 من اصل 30 نصيحه في 30 يوم.